مساءكم سيداتي وسادتي متابعينا في كل مكان. هذه تحياتي في هذه الأمسية الرائعة، حيث الطقس الجميل والأجواء الصافية، الجماهير أيضا تصنع الحدث هنا، الملعب جاهز، الفريقان على أتم الجاهزية، ونحن وإياكم نريد أن نستمتع في هذه المباراة الكبيرة. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين تشواميني. قوة كبيرة في وسط الملعب، لاعب لا يكل ولا يمل ولا يهدأ، يمثل كابوس تقريبا لمنافسيه، لاعب يعرف كيف يدمر هجمات الخصم بسبب قدراته الهائلة في الضغط والتي لا يمثلها أي شيء، لاعب تشعر وكأنه ماكينة في وسط الميدان. والآن مع انطلاقة المباراة كونكو، لمسة على اليسار، داود يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، مبابي، الله على تمريرة جميلة، يستعيد الكرة مرة أخرى، مرت الكرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يلعب كرة عرضية، يمر ويلعب كرة بينية، يلعب كرة عرضية داخل 18، كامافينجا، تلعب الكرة إلى الأمام، يلعب كرة بينية، لمسة بينية، يقطع الكرة، كرة طولية إلى الأمام، يمر، ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم، بلا رقابة، وبالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع الفرصة. سوريا يسجل هدف الأول للمباراة، كامافينجا، تمريرة طويلة، جورام يلعبها على طرف الملعب، تلعب للأمام، كوندي، نكونكو يحاول، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، فرصة، مبابي، تصدي غير عادي من حارس المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع جدا من الحارس، يبحث عن زميله، يتخلص من الكرة بعيدا، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا، عمر السومة، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، الله، اللعبة جميلة جدا، مجهود غير عادي، كونكو، سليبة يحول الكرة إلى الجانب الآخر، لكل من انضم إلينا الآن هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن، النتيجة 1-0، كرة طولية في المساحة الخالية، داود، يحاول أن يلعب كرة بينية، عمر السومة يلعب كرة للجانب الأيمن، خلص الكرة،
الدفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر. يرسل عرضية لداخل المنطقة، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة، والتسديد جميلة جدا. الله ما أروعك، يا سلام على هدف جميل، على لقطة خيالية. هدف لا يسجل إلا لاعب من طينة الكبار. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. يعزز نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. كل ما نشاهد الآن في شوط واحد، يا إلهي على هذا الأداء، على هذا التألق، على هذه السيطرة، على الهدفين ربما أكثر في شوط المباراة الثاني. تتواصل المباراة مجددا أعزائي المشاهدين مع انطلاقة الشوط الثاني. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. فرصة سانحة عمر خربين يلعبها في المرمى. جول! انتهى كل شيء بهذا الهدف. مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة بدون أي فلسفة. أمام المرمى يتمكن من التسجيل. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. كونغو، تمريرة رائعة من دون شك. كوندي، ثم الكرة العرضية. الحارس ينجح في إبعادها بقبضة اليد. يمر ويلعب كرة بينية. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. جورام، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. عمر خربين، داود، ولا يزال يحاول، مستمر في التقدم إلى الأمام. فرصة مهمة للعب الكرة العرضية. أدريان رابيو يلعب كرة على اليسار، يلعب كرة بينية، كرة بالعرض. جورام، يا إلهي، الكرة تصطدم في القائم. يا له من سوء حظ. والآن عملية التغيير، تغييرين دفعة واحدة. مايكل أوليس يلعب كرة قصيرة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. مبابي، داود يسيطر على الكرة. كرة طويلة للأمام. سوريا يحصل على الكرة مرة أخرى. لمسة بينية، تمريرة عمر السومة. كامافينجا، لمسة على اليسار.
يحصل عليها سليبة. مايكل أوليز يحاول مبابي، يا إلهي، جول! الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. هل سنشاهد صحوة للفريق في المباراة؟ كرة من جهة اليمين، عدت الكرة، ركنية إذن. فرنسا يجري تبديل آخر. تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. تسديدة من أول لمسة كانت قوية. انتهت المباراة، انتصار رائع، لاعبون متحمسون للغاية وكذلك الجمهور. كان أداء مذهلا اليوم. يا إلهي، يا الله على هذه المباراة، يا لها من ليلة كبيرة. هذه الكرة لنحب مشاهدتها.